سلام البنات، مرحبا بكم في القناة شهوات الحاجة رشيدة. اليوم غنشارك معكم كيك يعني بزنجلان صراحة رائع ولذيذ، غيعجبكم. تقدروا ديروه في مناسبة ديال العيد ديالكم او الوليدات ديالكم، علاش لا؟ في هذه المناسبة قلت نشارك معكم هذا الكيك. الصراحة راه زوين وتيجي رطب كما غتشوفوا القوام ديالو. عاد باش غندوزو للمقادير، والمقادير اللي فيه راه بسيطة، ما فيش واحد المقادير اللي متعلقة يعني صعيبة. بالنسبه هنا الكيك ديالنا تيجي محمر من الفوق ومن التحت، واحد الطبقه اللي اللون ديالها ذهبي، والعجينه ديالو او الكيك ديالنا تيجي رطب يعني ومفشفش. نتمنى تعجبكم، ودائما دعموني بلايك وابوني الناس اللي تشوفوا الفيديوهات ديالي اول مره. دابا غندوزو للمقادير اللي غتشوفوا عندنا. هنايا غنحتاجو هادو هما المكونات اللي غنحتاجو في الكيك ديالنا. هنا غنحتاجو 3 البيضات بحراره المطبخ، كاس تاع السنيده، ونص كاس تاع الزيت، وحك تاع دانون طبيعي او ياغورت طبيعي، كاس ونص ديال الدقيق الابيض، خماره وحده، وفانيا وحده، وقبصه ديال الملح. هادو هما المكونات اللي غنحتاجو. ناخذ اناء وغندير فيه 3 البيضات، وغندير كاس تاع السنيده، غنشدو طراب كهربائي وغنطربو هذاك البيض ومع السنيده، تيولي عندنا اللون ابيض وتذوب لينا السنيده وتفاعل لينا الخليط، يعني ديك البيض يولي لنا اللون ديالو ابيض. يعني مزيان هاد الطريقه في الكيك باش يجينا الكيك ديالنا ناجح ورطب. الناس اللي ما تيتحصلوش على هاد الطراب يقدروا يخدموا غير بيديهم، يعني ما غيخدموا حتى شويه باش يطلع لهم البيض ديالهم ويطلق لهم مزيان مع السنيده. هذا باش يزيدوا المكونات الاخرين. كيف تتشوفوا تنبقى نطرب بحال هكايا. تنبدا نزيد في المكونات الاخرين. غنزيد ياغور طبيعي، نزيد شاصيه فاني، ونزيد واحد القبيصه ديال الملحه. دائما الكيك ديالنا واخا تيكون حلو تنديروا الملحه او الحلوى ديالنا. صافي تنطرب ثاني هاد المقادير دائما باش نبقاو محتفظين على القوام ديالنا، يعني طالع. تنزيدوا الاضافات بالحاجه بالحاجه وحنا تنطربوا. الصراحه هاد الكيك راه تيجي رطب، تيبقى ما تيتغيرش في المذاق ديالو، واخا تيبقى غير برا ما ديروش في الثلاجه لان ما فيه حتى نكهات، يعني غير بالجنجلان وبالدقيق تيبقى زوين بحال مصايبين حلوه ديال الدار. هنا تنزيد هاد الزيت نباتيه، تنزيد بشويه بشويه وانا تنطرب. كيف تتشوفوا تنبقى نخلط في الكيك ديالنا. حتى تنحسوا بيه اندمج لينا كاع العناصر والمقادير اللي حنا درنا الاولى. من بعد تنبداو نخلطوا غير بالطراب ديال اليد. نزيدوا الدقيق والخميره. الدقيق راه قلنا كاس ونص ديال الدقيق الابيض، تنزيد كاس الاول وتنخلط. يعني هاد كاس ونص كافي في دوك 3 البيضات. الصراحه تيجي هاد الكيك ناشف، تيجي حتى دهني مع فيه غير نص كاس ديال الزيت. تنديروا الخميره دائما في الكيك هي اخر حاجه او في الحلوى ديالنا باش تبقى لينا الكيك محتفظ على القوام ديالها وتجينا طالعه. صافي تنزيد الدقيق من مره بشويه بشويه. خلطوا الدقيق ديالنا كامل. تنبقاو نزيدو بنص كاس باش يندمج لينا الكيك ديالنا. بالنسبه هنايا الفران راه باقي بارد، انا حتى تنخوي الكيك ديالي عاد باش نشعل الفران ونقص البوطه وتنخليه يطيب. ملي تنطيبو اكثر، انا الكيك ديالي تنطيبو اكثريه في فران ديال الغاز. الناس اللي عندهم فران ديال الغاز من الاحسن تديروا الكيك في فران بارد. يعني انا تنديرو بعد هذا النوع راه غنديرها دابا في فران بارد. نخشي الكيك ونشعل الفران ونخلي واحد شويه ديال العافيه بحال اقل من النوع اللي تنطيبوا عليه صابلي. فهذا هو القوام ديالنا ديال الكيك، ها هو موجود. وغنوريكم المول. بالنسبه للمول دهنته مزيان بالزبده ورشيت جنجلان تعمر مزيان ودخلته الثلاجه واحد 5 دقائق.
باش يبقى شاد لينا داك الجنجلان، والزبده تتلصق لينا في المول ديالنا وما تيلصقش لينا الكيك اللي نبغيو ننزلوه من المول. اكثريه هاد المولات العاديين ماشي بحال ديال السيراميك، يعني من الاحسن ديروا ليها الطريقه باش ينجح لكم الكيك وما يلصقش ليكم. يعني تنحاول نعطيكم كاع المعلومات او النصائح اللي تكون انايا دزت بهم او استعملتهم في المطبخ ديالي، ونتمنى تستافدوا منهم وتفيدوكم. بالنسبه هنايا تنفرغ الكيك وانا هازه الفوق باش ما يجينيش فيه فقاعات، وفي نفس الوقت يتخفف ليا من الهواء اللي فيه لداخل. صافي تندخلو الفران وتنشعل صافي وغادي ندخلو يطيب. نتمنى يعجبكم هذا الكيك وتشاركوا مع الاصدقاء ديالكم، وما تبخلوش علينا بلايك الناس اللي تيشوفوا الفيديو ديالي اول مره، والناس اللي ما مشاركينش في القناه مرحبا بكم، ما كراه تشاركوا فيها وديروا لي ابوني. وهذا الكيك هو من بعد ما طاب تيجي الصراحه اللون ديالو كيشهي مذهب، بداك المذاق ديال الزنجلان. الناس اللي عشاق الجنجلان في الاكل او في الحلويات او في الكيك تنصحكم بهذا النوع، الصراحه تجي زوينه وما تتغيرش في المذاق. كيف تشوفوا تجي رطبه وطريه وتقدروا تستعملوا لاي مول اللي عندكم. انا استعملت هذا النوع جا فيها الصراحه زوين، وهذا هو الشكل النهائي ديالها، وغنقطع نشاركها معكم يعني كيفاش جا القوام ديالها والرطوبه ديالها، وتجي الصراحه لذيذه بالنسبه عاديه ما فيها حتى نكهات، ولكن راه تجي لذيذه بهذاك الجنجلان وتجي رطبه. يعني الناس اللي تيبغوا الكيك ناشف او ما يحتويش على الدهون تنصحكم بهذه الكيكه. كيف شفتوا الكيك ديالنا جا اللون ديالو مذهب والعجينه من الداخل صفراء، يعني جا واحد المذاق اللي هو رائع، وكيك ساهل وخفيف كيف نقولوا الفطور او الوجبات العيد ديالنا ان شاء الله اللي بغى يستعمله. ومرحبا بكم شهيوات الحاجه رشيده. كيف تشوفوا الكيك ديالنا انا غنبقى نعاود لكم الكيك. المهم السلام عليكم، ونتمنى يعجبكم هذا الكيك وهذا الفيديو، وما تبخلوش علينا بالمشاركه مع الاصدقاء ديالكم، ودعمونا دائما بلايك وبالكومنتيرات ديالكم. تنشكر الناس اللي تيشاركوا في القناه ديالي، اللي تيشوفوا اول مره وتيثيقوا في الوصفات ديالي، وان شاء الله غيكونوا وصفات جداد. ومرحبا بسلام عليكم، دائما معكم شهيوات الحاجه رشيده.